بنستقبل صاحب المبادرة إبراهيم. أهلا إبراهيم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا يا إبراهيم. مرحبا. كيف أحوالك؟ الحمد لله. كيف أحوال المغرب؟ الله الحمد. ناشد. أنت من وين من المغرب؟ من كازا البيضاء. من كازا الدار البيضاء. قديش عمرك اليوم؟ 28. 28؟ 28 سنة. إبراهيم، يعني بعتقد إنه هالقصة رح تأثر فيكم. إبراهيم يتيم، توفت أمه لما كان عمره 3 سنوات. بعد 3 سنوات اكتشفوا الأطباء إنه في عنده مرض له علاقة بزواج القربة. أمه وأبوه كانوا قرايب أولاد عم. هذا المرض كان توقف النمو عند الطفل. بقى من ذلك الوقت إبراهيم لم ينمو بشكل طبيعي، وكانت تتقدم به السن ولكن حجمه لم ينمو، ولكن عقله نمى وعقله بفكر زي أي شاب بعمر 28. إبراهيم حاب يجي إلى الاستوديو طبعا من خلال مراسلتنا الموجودة في المغرب اللي هي عم تبحث عن قصص. حاب يجي حتى يقدم شكر إلى ناس أحاطوه بالرعاية بالعاطفة بالمحبة، ساعدوه بكل مسار حياته، بكل أحواله الجسدية والشخصية والنفسية والروحية. اعتبروه فرد من أفراد العائلة على مدى 28 سنة. جاي يقدم لهم شكر علني. صح يا إبراهيم؟ نعم. شكر لبيت عمك وابن عمك ربيع. نحن بعتنا له دعوة كتاب إلى ربيع حتى يجي إلى الاستوديو. طبعا ربيع مش عارف انك انت هون، ولا هو عارف انه راح يجي حتى انت تتشكره. خلينا نشوف اذا كان ربيع تسلم الدعوة وقبل الدعوة وسيأتي من كازا الى استوديو. طلع بالشاشة هنا. أستاذ جورج، احنا مرة أخرى بمدينة الدار البيضاء، والآن غنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديال ربيع مصدق باش نعطيوه الدعوة ديالو. يلا معايا نشوفوا واش كاين. الدار ديال ربيع مصدق. سيدي السي ربيع مصدق هذا العمر ديالك 26 سنه والاب ديالك السي مصطفى مصدق. السي ربيع حنا عندنا لك واحد الدعوه من عند الاستاذ جورج قرداحي. من الدعوه الدعوه باش تحضر معاه في البرنامج ديالو. واش قابل الدعوه ديالو يعطى؟ مرحبا ان شاء الله يا سيدي. الله يعاونك. إذا رسالتنا إلى ربيع وصلت، وبنشكر كمان مراسلتنا هناك أو نسميها ساعية البريد اللي هيك حبت تفرجينا شوي الدار البيضاء وجمال المغرب. على كل حال ربيع صار هون، معناها ربيع موجود في الخارج. بس بذكركم إنه هذه القصة مش قصة تسامح ولا طلب السماح ولا الاعتذار ولا المصالحة ولا شيء، هي قصة وفاء. إجا هذا الشاب إبراهيم مصدق، إجا من المغرب حتى يقول شكرا لعائلة حضنته هي عائلة عمه بشخص ابن عمه ربيع. بقى بنستقبل ربيع. اهلا بربيع. ازيك ربيع؟ تفضل تفضل تفضل.
كيف اخبارك ربيع؟ أمرك الحمد لله الحمد لله. مالك خايف؟ لا ما خايف. لا في مباحث هنا ولا في شرطه ولا في امن، في مثل ما شايف الجمهور الحلو ونحن وانت. الحمد لله. ايه اخبار المغرب؟ أمرك الحمد لله خير. كيف الطقس عندكم حاليا؟ شوية حر؟ بدأ الحر؟ حر شوية. شوية؟ شوية. متزوج؟ لا بعد شو بتشتغل؟ أنا ما بشتغلش. ما بتشتغل؟ شو بتعمل طيب؟ ولا شيء؟ في البيت؟ في البيت قابل واحد الأخ ديالي. عندك أخ ثاني؟ شو بتعمل بالبيت وشو اهتماماتك؟ هيك بتقعد بالبيت؟ اهتماماتي بالأخ ديالي ووالدين ديالي صار. نعم. هو اهتماماتي مقابل واحد الأخ ديالي. علي صوتك شوي لأنه مش عم قابل يسمع. واحد الأخ ديالي نعم. مريض مقعد. أخ هو؟ أخ. نعم. قابل واحد الأخ ديالي نعم. مقعد وخص لي يساعد. تهتم فيه أنت دائما؟ دائما بجنب. بجنبه. الله يبارك فيك. سم بيه كان بحال ما كان بغا شي حاجه نعم. كنماطي عليه بغا شي حاجه يعوم بغا شي حاجه مثلا يمشي أنت كل شيء. كلشي نمشي ندورو نمشي بحال ما كن حوسو قلق شويه. درست دخلت المدرسة؟ دخلت المدرسة. شو درست؟ درست المدرسه ابتدائيه. ثانويه مشيت. رحت على الجامعة؟ دخلت الجامعة؟ لا الجامعه ما دخلت الجامعة. عندك أصدقاء تخرج بتروح بتجي؟ لا ما في. كرس وقتك لهذا الأخ المقعد. المقعد شو اسمه؟ اسمه إبراهيم. إبراهيم. أنت عارف ليش جاي على الاستوديو؟ جاي قال لي كاين واحد المسابقه ديال برامج مسابقات. وجاي ان شاء الله نشارك في المسابقه ان شاء الله وناوي نأدي. تركت ابراهيم؟ خليته مين معه؟ خليته في البيت. في حد يهتم فيه؟ ايه كاين اخويا اللي اصغر مني يهتم وصيته كيفاش يهتم بيه وكيفاش حتى نعم. وجيت لهذه المسابقه كنتمنى من الله يعني اللي قالوا لك انه في مسابقات مش عارف ليه قالوا لك. قالوا لي كاين واحد المسابقه ديال برامج. قالوا لي هنا في مصر بس خلاص خلصت هاي المسابقه. وقفناها. يعني يا ريت اشتركت معنا بالمسابقه وكنت ربحت شوي. بس شو بدنا نعمل؟ هلا انت موجود هون لسبب اهم من المسابقه. والحقيقه مش انا دعيتك، في شخص هو دعاك، حب يدعيك لانك تستاهل. بس قبل ما اقول لك مين الشخص، شاكك بحدا انت؟ لا مش شاكك بحدا. طيب خلينا نشوف سوا مين هو الشخص اللي دعاك. طلع بالشاشه. ربوع، أنت إنسان عظيم، أنت بتستاهل كل خير. وأنت يا ربيع، أنت واللي حواليك وأبوك كمان الله راح بيجازيكم خير. إبراهيم بعت لك جواب شكر، يعني قال لصديقتنا أسماء هي اللي دونت الرسالة اللي حب يعبر فيها عن عواطفه تجاهك تجاه كل العائلة، وكلفوني أنا أقرأ لك إياها. أنا ما جيتش أطلب الشكر ديالو، أنا جيت لأساس مسابقة. لا أنت مش طالب، هو طالب. أنت مش طالب، هو اللي جاي يتشكرك، مش قادر يعبر لك بطريقة مختلفة. حب أنه من خلال هذا البرنامج أن يعبر لك عن عرفانه بالجميل. إن شاء الله. راح بقرا لك الرسالة، راح بوقف إلى جانب إبراهيم. أنت خليك هنا وأنا بقراها من جانب إبراهيم. إبراهيم هذه رسالتك. تسمح لي أقراها لربيع؟ بيقول لك: ابن عمي العزيز، بل أخي الحبيب ربيع،
كثيرا ما توقفت أمام عبارة شهيرة هي رب أخ لم تلده لك أمك، مدركا أنها عبارة حقيقية وصادقة. فأنت لست بأخي، لكنك أكثر من أخي. صحيح نحن أقارب وأنت ابن عمي، لكنني لم أعرف أو أقرأ أو أسمع عن ابن عم فعل معي ما فعلته أنت وما فعله عمي العزيز وعائلتك التي هي عائلتي. ومن خلالك أوجه شكري وعرفاني لعمي ولجميع أفراد العائلة. شو اسمه عمك؟ مصطفى. أخي ربيع اسمه مصطفى. أخي ربيع، كنتم يدي، عم بيقول، التي آكل بها، وقدمي التي أتحرك بها، وعيني التي ترى الدنيا جميلة لأنكم معي فيها. لم تتركوني ولم تملوا مني ولم تهجروني كما قد يفعل البعض، أو تلقون بي بدار رعاية خاصة بعيدا عن حضنكم وحبكم الذي عوضني عن كل شيء. كنتم ولا زلتم ابتسامتي الخالصة، وحين كنت أبكي كنتم أول من يمسح دموعي، حتى تذكروني أن الله عز وجل موجود، وأنه أرسلكم لي لأظل حيا معتزا بنفسي وعاشقا لكم وحامدا إياه على فضله الكبير. برافو عليك يا ربيع. صحيح أن هذا البرنامج اسمه المسامح كريم، وصحيح أنه لإصلاح ذات البين، لكنني اليوم آتي لأقول لكم أمام الكاميرات وأمام الدنيا كلها شكرا لكم يا أخوتي ويا عائلتي. جزاكم الله خيرا على ما فعلتموه بي معي، وأسكنكم الله جنة الخلد جزاء رعايتكم لي. إبراهيم، نعم. حلو الكلام. الحمد لله. بعرف إنه أسماء ساعدتك على الكتابة، نعم، بس معبر جدا. الحمد لله. وأنا بتشكرك لأنك جيت وتكبدت عناء السفر، شرفت إلى استوديو هون حتى تتشكر ابن عمك وعمك وكل العائلة والأسرة اللي حملوك وحضنوك منذ أن كنت يتيم. الله يبارك فيك. رح نفتح الستار. افتحوا الستار. هو موجود هنا. هو موجود هنا. الله يجازيكم، والله يعطيك قد نيتك وإيمانك. إبراهيم، نعم العائلة، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. هلا بترجع مع ربيع على المغرب، الله يوفقكم. يعني فعلا قلت لكم حتكون مؤثرة، جمهورنا عم بيبكي. يلا على كل حال بالتوفيق ربيع، فيك تاخده وترجعوا سوا، والله يبارك فيك. الله يبارك فيك. والله انا شايف الشباب بجمهورنا عم بيبكوا اكثر من السيدات. على كل حال معلش، هيدي رسالة انه